أنا اسمي مريم ومتجوزة من 5 سنين. اتجوزت أنا وجوزي بعد قصة حب جميلة، ومن وقت ما اتجوزت وأنا بحب أدلع جوزي زي أي واحدة أنا بتحب تدلع جوزها اللي بتحبه. كل يوم لما بيجي من الشغل بيلاقيني لابسة أحلى لبس ومتشيكة، وبعد ما بنتعشى بندخل الأوضة وبعمل له كل اللي نفسه فيه، مش بحرمه من أي طلب بيطلبه مني خالص. كنت ببقى حابة الموضوع ده جدا معاه، وهو بصراحة كان ما بيشبعش خالص، وعودني أنا كمان قوي عن الموضوع ده. وصلني أنا كمان لدرجة إن أنا ما بقتش أشبع من موضوع العلاقة معاه، وفضلنا على الحال ده فترة جوازنا كلها، لحد ما في يوم كده جوزي لما جه من شغله بالليل عملت زي ما أنا متعودة على طول، لبست اللبس الحلو اللي بلبسه، وبعد ما تعشينا ودخلنا الأوضة مع بعض فضلت أهزر مع جوزي، يعني زي أي واحدة ما بتعمل مع جوزها. لقيت الدنيا عنده فاصلة خالص، حسيت يعني إن أنا مهما أعمل معاه إن هو مش طبيعي. وكمان شميت على جسمه ريحة برفم حريمي، فسألت جوزي وقلت له إيه الريحة دي؟ أنا ما عنديش البرفم ده. لقيت جوزي اتلخبط في الكلام كده وقال لي البرفم ده واحد صاحبي كان جايبه لمراته، ويعني حطيت منه شوية علشان انتي تشميه، علشان لو عجبك اجيبلك زيه. بس انا شكيت فيه وما صدقتهوش، عشان انا لقيت ريحة البرفم في مكان يعني في جسمه المفروض ما يكونش فيه، فكنت مستغربة. وكمان شكله يعني وتعبه اللي هو فيه ما يدلش يعني على انه هو طبيعي خالص. وسكت كده شوية وسرحت وافتكرت الكلام اللي انا قلته له زمان، ان ما ينفعش حد فينا يخون التاني، ولو هو خني انا كمان هعمل زيه وهخونه. وسكت كده والليلة عدت وخلاص. لكن بعد كام يوم كده واحنا مع بعض في الأوضة لقيته تعبان ومش قادر، بعد ما كان يعني ما بيشبعش من الموضوع ده. حسيت ان هو ما بقاش طبيعي خالص، فطبعا الشك اللي عندي زاد اكتر، يعني زي معظم الستات لما بتعرف جوزها لما بيخونها. واتخانقت معاه وقلت له ما ينفعش اللي بيحصل ده، انت مش طبيعي. قال لي هو انت بتهرجي؟ انت عارفه انا بحبك قد ايه. قلت له لا اللي انت فيه ده بجد مش طبيعي خالص. فضل يرد عليا باي كلام، وان هو مرهق من شغله وكده، والخناقه زادت ما بينا. وبعدها ساب لي البيت ومشى. فضلت يومين معرفش عنه اي حاجه، وكنت كل ما اتصل بيه الاقي تليفونه مقفول. وكنت قاعده لوحدي حاسه اني خايفه جامد، علشان انا بخاف جدا من القعده لوحدي. وكنت دايما بشتكي لجارتي وبحكي لها على كل حاجه، فحكيت لها يعني على اللي حصل ما بيني وما بين جوزي. قالت لي ما تضايقيش نفسك، معظم الرجاله كده تلاقيها يعني نزوه وخلاص ويومين وهيرجع لك. قلت لها يعني قصدك ايه؟ يعني انا ارضى بالامر الواقع ده؟ قالت لي معلش بكره يتغير، اصبري يا حبيبتي واستحملي زي معظم الستات، ولو مشكلتك انك بتخافي بيجي معايا النهارده. قلت لها لا مش هينفع علشان جوزك جاي من السفر. قالت لي طيب خلاص خدي ابني الكبير ينام معاكي، وهو كبر كده وبقى راجل اكيد مش هتخافي. قلت لها تمام، حلوه الفكره دي. هو بيجي امتى؟ قالت لي بيجي بعد ما بيخلص الجيم بالليل. ابن جارتي ده عنده 22 سنه، وانا بحس ان هو ابني اللي ما خلفتوش. هو انا في السن مش كبيره، بس بحس يعني ان هو قريب مني جدا، علشان يعني احنا جيران وهو كبر قدام عيني وكنا بنشوف بعض كتير. فكنت يعني واخده على جارتي وعيالها كلهم. بالليل بقى بعد ما ابن جارتي رجع من الجيم لقيته بيخبط عليا الساعة 1 بالليل، وسلم عليا وقال لي ماما قالت لي ان انا اجيلك ابات عندك النهارده عشان تطمني يعني من الخوف اللي عندك. قلت له يا حبيبي اتفضل ادخل ارتاح. وسألته انت اكلت؟ قال لي اكلت سندوتش بره. قلت له لا ما ينفعش خالص، انا عامله اكل هيعجبك وهنتعشى مع بعض، وكمان يعني اللي بيرجعوا من الجيم دول بيبقوا عايزين اكل جامد. قال لي ربنا يخليكي يا طنط انا مش جعان مش لازم. قلت له لا انا هدخل المطبخ وهجيب الاكل. ولما دخلت المطبخ لقيت نفسي يعني بسرح كده في الواد. حسيت ان هو عجبني قوي، طوله وعرضه وعضلاته عجبوني قوي. حسيت يعني ان هو زغلل في عيني، وفكرت ان انا انتقم من جوزي واخونه واعمل زي ما هو عمل فيا. وقلت لنفسي انا هعمل مع ابن جارتي علاقه النهارده. وبعد شويه كده قلت لابن جارتي انت شكلك عرقان قوي، هو انت ملحقتش تاخد الدش بتاعك ولا ايه؟ قال لي ايوه بصراحه انا اتاخرت في الجيم، واول ما رجعت امي زعقت لي وقالت لي اجيلك علشان ما اتاخرش عليكي وانام معاكي، فجيت لك على طول. قلت له طيب خلاص ادخل الحمام خد شاور على بال ما احضر الاكل واحطه. قال لي حاضر، ودخل ياخد الشاور بتاعه عادي، ما هو واخد عليا وانا واخده عليه. وانا حطيت الاكل على الترابيزه وفضلت افكر. وبعد كده دخلت الأوضة بتاعتي ولبست كده لبس حلو وشفاف زي اللي كنت بلبسه لجوزي،
وقعدت على الكنبة واستنيت الولد ابن جارتي يخرج من الحمام. ولما خرج من الحمام بقى يبصلي جامد قوي، فضل متنح. قلت له مالك بتبصلي كده ليه؟ قال لي مفيش، بس ما ينفعش يعني اللبس اللي انتي لبستيه ده علشان عمو يعني لو جه. قلت له بقولك ايه، سيبك منه خالص، عمك مش هيجي دلوقتي، ده غضبان وبقاله كذا يوم ما بيسألش فيا خالص. يلا بقى اقعد علشان ناكل، علشان الاكل هيبرد. وقعدنا ناكل مع بعض، ولقيته طول ما احنا قاعدين مش بيركز في اي حاجة غير فيا. وانا بصراحة فضلت اسرح وافكر في اللي جوزي عمله فيا. ما كنتش بفكر في اي حاجة وقتها غير ان انتقم من جوزي. ما حسيتش يعني بحرمانية، ولا حسيت ان انا بفكر فيه ده غلط ولا اي حاجة. كنت بقول لنفسي اكيد مادام جوزي ما بيسألش فيا كده يبقى هو دايت عندها ومعاها دلوقتي، يبقى خلاص بقى انا هعمل زي ما هو بيعمل، ودلوقتي مفيش فرصة احسن من كده. وبدأت اتكلم مع الواد كده بطريقة يعني فيها هزار، وقلت له هو انت جربت المواضيع دي قبل كده؟ وهو فضل يرد عليا كده بشوية حجل وقال لي لا، بس يعني كنت بشوف افلام على النت، ويعني حسيت ان هو مستحملش في ايجي للوى. وببص عليه كده لقيته ما بقاش طبيعي خالص، وقلت خلاص هي دي فرصتي. وفضلت اهزر معاه. وبعد كده دخلنا اوضه النوم، وحسيت وقتها ان يعني الولد ده اول مرة يعمل الحاجة دي، طبعا يعني علشان انا متجوزة وعارفة. بس بصراحة هو طلع جامد، وحسيت يعني ان انا تعبت جدا معاه. كان يعني عنيف شوية علشان اول مرة يعمل حاجة زي كده. وبعد ما خلصنا نمنا لحد الصبح، وابن جارتي صحى لبس ومشى وراح على بيتهم، وجوزي فضل زي ما هو ما بيتصلش بيا خالص ولا بيجي. وانا قلت لنفسي خلاص بقى كفاية قوي اللي انا عملته ده، علشان حسيت يعني ان انا اتضايقت من نفسي. بس بعد كام ساعة كده لقيت ابن جارتي بيتصل بيا وبيقول لي انا هاجي ابات عندك النهاردة، شكلي يعني عمو لسه ما جاش. فانا فكرت كده في كلامه شوية، ولقيت نفسي ان انا محتاجة انتقم من جوزي تاني. وحسيت يعني ان انا محتاجة الموضوع ده علشان جوزي ما بيتصلش ولا بيسأل عليا، فهو اكيد يعني لسه عند الواحدة اللي يعرفها من ورايا وبيخوني معاها دي. وافقت ان ابن جارتي يجيلي تاني بالليل، وسهرنا مع بعض بالليل، وحصل ما بيننا كل حاجة زي اليوم اللي قبله. ولما كنا سهرانين كده بالليل لقيت باب الشقة بيتفتح، فاتخضيت خالص وفهمت طبعا ان جوزي جه. فقلت للواد يدخل الحمام يستخبى لحد يعني ما اشغل جوزي في اي حاجة وهو يخرج من الشقة. ولما جوزي دخل الأوضة قال لي مالك، شكلك مش طبيعي، وايه اللبس اللي انتي لابساه ده؟ قلت له عادي مفيش حاجة، انا كنت نايمة بس شوية وقلقت وكنت حرانة يعني فلابسة براحتي. وقلت له انت فين كل ده وما بتتصلش ليه؟ قال لي مفيش، انا بس حسيت بالندم وكنت يعني عايزة اتكلم معاكي ومش عارف اقولك ايه. واعترف لي بكل حاجة، قال لي ان هو كان عارف واحدة وبيحصل ما بينهم علاقة وحس بالندم وان هو غلطان، وقال لي ما تزعليش مني، انا مش هعمل كده تاني خالص، انا رجعتلك تاني اهو، عايز نبدأ صفحة جديدة مع بعض وعايزك تسامحيني. وانا قلت له ماشي، اديني فرصة افكر. ما كنتش حاسة بتأنيب ضمير خالص وقتها، وكنت يعني حاطة ودني مع الباب علشان يعني احس بالولد ان هو خرج ولا ايه. ولقيته فعلا خرج بالراحة خالص وفتح الباب وقفله بصوت واطي، وخلص اليوم على كده. وبعد كام يوم كده لقيت ابن جارتي بيتصل بيا وبيقولي ان انا وحشته قوي وان هو عايز يعني يجيلي. بس قلت له معلش ما ينفعش، هي كانت غلطة وانا فقت لنفسي، بس من جوايا كنت ببقى حاسة ان انا نفسي اعمل معاه كده تاني، بس كنت ببقى ماسكة نفسي بالعافية. وحاولت يعني ان انا اتعايش مع جوزي وعدي الايام وتمشي، بس كنت ببقى حاسة ان انا مش طايقاه خالص، وكنت حاسة ان انا قفلت منه قوي، وكنت ببقى حاسة ان احساسي معاه اتغير خالص. يعني وقت العلاقة مثلا ببقى عايزاه يخلص الموضوع ده ونخلص كده ويبعد عني وخلاص. اوقات كتير كنت ببقى حاسة ان انا مش طايقاه خالص، بس كنت بقول لنفسي اهي والسلام والايام بتعدي. لحد ما في يوم كده بعد شهر يعني من لما حصل اللي حصل اكتشفت ان انا حامل، وجوزي عرف وكان هيطير من الفرحة، خصوصا يعني ان الحمل ده بعد 5 سنين جواز. وانا كنت زعلانة ومتضايقة وبفكر علشان ما كنتش عارفة الحمل ده من جوزي ولا من ابن جارتي. وساعتها فقت وحسيت قد ايه ان انا كنت واحدة خاينة. مهما كان الراجل يغلط ما يغلطش، اهو بيغلط قدام ربنا، المفروض مهما حصل ان انا ما كنتش اعمل كده. يعني الراجل اتعامل قدام ربنا بغلطه، المفروض ان انا ما كنتش اعمل زيه خالص.
علشان كل اللي انا عملته ده حرام في حرام، ودلوقتي انا مش عارفة اعمل ايه. اوقات كتير بحس ان انا المفروض اقول لجوزي علشان يعني اقوله ان اللي حصل ده بسببه، وان انا خنته زي ما هو مخني، بس طبعا الاخلاق والدين ما بيقولوش كده، وهو هيقول لي برضو مهما يكون انا عملت المفروض انتي ما تعمليش كده. انا ندمانه قوي قوي على اللي انا عملته، عشان انا لغيت التربيه والدين والاخلاق من حياتي يوم ما عملت كده، ودلوقتي انا في مصيبه كبيره، ولو حاولت ان انا انزل الطفل ممكن افضح نفسي. انا مش عارفه اعمل ايه، انا محتاره قوي قوي ومش عارفه اعمل ايه.